بسم الله الرحمن الرحيم. في البداية نشكر قسم اللغة الإنجليزية على هذه المشاركة الرائعة ضمن حملة نادي اليونسكو لترشيد المياه. وبهذه المناسبة وتماشيا مع العقد الدولي لترشيد المياه الذي اعلنته الامم المتحدة والمستمر من عام 2005 حتى عام 2015، يعلن نادي اليونسكو الكويتي عن مسابقة بحث عن ندرة المياه في منطقة الخليج العربي، كما يعلن عن مسابقة لرسم افضل طريقة لترشيد المياه، والتفاصيل لدى السيد الاستاذ محمود عبد الرحمن امين سر نادي اليونسكو الكويتي. اما بالنسبة للمسابقة اليومية فارجو الانتباه جيدا، سوف اذكر مجموعة من الحقائق ثم اسألكم سؤالا، ويستمر هذا الوضع الى الاحتفال باليوم العالمي للمياه يوم 22 مارس، فارجو الانتباه جيدا. تعتبر المياه والطاقة الشمسية من اهم العناصر التي تساعد على الحياة على الارض، ويطلق على كوكب الارض اسم الكوكب الازرق، نظرا لان 71% من مساحة الارض تغطى بالمحيطات والبحار، بينما لا تتجاوز مساحة اليابسة فيه 29%. وتطلق عبارة المجال الهيدرولوجي على كل اشكال المياه على الارض في المحيطات والبحار والبحيرات والانهار والمياه الجافة. والآن السؤال: ما هي مساحة اليابسة بالنسبة إلى مساحة الماء؟ مساحة اليابسة بالنسبة إلى مساحة الماء 23%. نتيجة لا 29%. ومساحة المياه 71%. حي زمانكم. اللقاء غدا ان شاء الله، والسلام عليكم. شكرا لقسم اللغة الإنجليزية، نحيي قسم اللغة الإنجليزية كلنا.